السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. احنا مكملين مع بعض الكورس بتاعنا. دي إن شاء الله آخر محاضرة في الباور المركب، وإن شاء الله المحاضرة الجاية اللي بعد دي على طول هندرس فيها الأعطال، من أول دخول التيار لحد الخروجات بتاعة الكارت هنا من الناحية التانية. وطبعا هندرس مع بعض ان شاء الله كل الاعطال اللي ممكن تحصل لك، ومعظم الاعطال اللي هي الوارده. وكان في اخ فاضل كان بعت لي، كان بيقول لي يعني اللي هو عايز برضو نشرح الدوائر الداتا. فان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص الباور المركب هنشرح كروت الداتا كلها اللي هي الثلاثة في واحد اللي زي كده، والسامسونج والال جي. هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. بس الاول كان لازم نخلص الباور المركب، لان الباور في كل كارتات الداتا هنا بيبقى باور بسيط زي ما انتم شايفين كده. فكان اهم حاجه عندنا الباور المركب، لان دي اهم دوائر اللي بتجيلنا في معظم الشاشات الكبيره. هنبتدي كده ان شاء الله على بركه الله. كنت شرحت الفيديو اللي فات في عجاله كده للي ما شافش الفيديو. الثلاث دوائر، دايره الستاند باي، ودايره رفع القدره او رفع الجهد، ودايره ال 12 وال 24. وشرحت ازاي نبضه الباور اون بتيجي من كارت الداتا، وبتخش لنا على الكارت هنا بتشغل لنا بقيه الدوائر. النهارده ان شاء الله هنشرح الثلاث دوائر بشيء من التفصيل، عملي ونظري. وانا كنت رسمت رسم كده توضيحي للثلاث دوائر. معلش بقى انا مش موهوب في الرسم قوي، بس انا قلت عشان اوصل لكم المعلومه. عندنا اول دايره هنا بتبقى دايره ال 5 فولت الستاند باي، ودي بتبقى الدايره الاساسيه اللي بتشتغل بمجرد ما انا بوصل الكهرباء للجهاز من غير اي كنترول ولا من غير اي نبضه، بتشتغل على طول اوتوماتيك عشان تخرج لنا ال 5 فولت اللي على اساسها ندي امر بالريموت او نضغط على زر الباور عشان يشغل لنا الجهاز ككل. ودايره ال 5 فولت طبعا هي بتبقى اهم دايره في الكارته كلها، لان من غيرها الجهاز كله ما ينفعش يشتغل. وزي ما انتم عارفين ان اي دايره في الدنيا بيبقى لها مكونات. عندنا اول حاجه هنا المكثف الكبير، وطبعا انا ما رسمتش البريدج ولا الملف ولا الفيوز ولا القصه اللي هي بتاعت الدخل دي كلها. المفروض ان احنا خلاص حفظنا الكلام ده كله. هنبتدي ان شاء الله هنا من المكثف الكبير. وعندنا هنا الترانسفورمر او المحول او الشوبر. وعندنا هنا المصفة التقطيع، وعملت لك الرموز بتاعته، الرجول اللي هي الدرين والجيت والسورس. وده ايسيل التقطيع او ايسيل المذبذب. وعندنا هنا ده المكثف ال 47 على 50 اللي هو الرئيسي اللي بيتوزع منه الفولتيات على المكثف الصغير لدايره ال 5 فولت. والمكثفين بتوع دايره رفع الجهد ودايره ال 12 وال 24. وده الترانزستور طبعا اللي بيجي عليه الاشاره اللي بعد نبضه الاون اللي بتوصل لنا الفولتيات لدايره رفع الجهد وال 12. وطبعا عندنا هنا الخارج بتاع ال 5 فولت، وده المكثف اللي بيبقى عليه الخارج. ودي دايره التغذيه العكسيه الفوتوكابلر والتي ال 431. واللي جنبيه ده الفوتوكابلر اللي هو بيجي عليه اشاره الباور اون، اللي من خلال الاشاره ديت الترانزستور ده بيفتح يوصل لنا الفولتيات للدايرتين رفع الجهد وال 12 وال 24. والكلام ده عامل هنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. ركز عشان الكلام اللي جاي ده كله مهم، هيساعدك كتير في ان انت ازاي تحدد العطل بتاعها. عندنا طبعا احنا هنا المكثف الكبير، وده المحول اللي هو ده محول دايره ال 5 فولت ستاند باي. والمحول ده بيبقى ليه هنا 4 اطراف، كل طرفين بيبقوا متصلين ببعض، لكن الملفين مش متصلين ببعض خالص زي ما انتم شايفين كده. طيب اول ملف في المحول بيبقى متصل بايه؟ بيبقى متصل هنا بموجب المكثف، موجب ال 300 فولت اهو. والناحيه الثانيه نفس الملف طبعا معدي بينا على الدرين بتاع الموسفيت زي ما انتم شايفين اهو. يعني ال 300 فولت بيعدوا معانا على اول ملف في المحول، بيخشوا على درين الموسفيت من خلال المحول زي ما انتم شايفين كده في الرسم. 300 فولت بيبقوا ماشيين معانا على اول ملف في المحول.
والطرف التاني رايح على الدرين بتاع الموسفيت. الموسفيت ما بياخدش ال 300 فولت مباشر من المكثف، لا بيبقى من خلال الملف الداخلي للمحول زي ما انتم شايفين كده. والملف التاني بيبقى متصل بايه؟ الملف التاني بيبقى متصل بسالب المكثف زي ما انتم شايفين كده، ومعدي بينا الناحيه التانيه اهو الطرف التاني من الملف، ومعدي بينا على مقاومتين هنا، واوقات بيبقوا مقاومه واحده، وبيعدي بينا على ديود. الديود اهو، وهنا في الرسم زي ما انتم شايفين الملف التاني واخد من سالب المكثف، معدي بينا على مقاومه، والمقاومه معديه بينا على ديود اللي انا وريته لكم. وطبعا هو حاطط هنا ديود لان الفولت بيبقى خارج من المحول بيبقى اي سي، فلازم طبعا يحط لنا ديود هنا عشان يوحد لنا التيار يرجعوا لنا دي سي تاني. ادي المقاومتين، والفولت طالع بينا على الديود، ومن الديود هنا على المكثف اللي هو 47 على 50 اللي هو المكثف الاساسي اهو. ده المكثف الاساسي اللي بتوزع منه الفولتيات للثلاث دوائر التانيين اهو. وفي مسار خارج من المكثف لمكثف تاني اللي هو وظيفته تغذية الاي سي التقطيع الخاص بدايرة ال5 فولت ستاند باي. يبقى هنا اول ما بنوصل التيار اول دايره طبعا بتشتغل زي ما انتم شايفين كده، الفولت بيعدي من الملف التاني بتاع الفي سي سي بيروح على المكثف الاولاني، وبيعدي بينا على المكثف التاني الخاص بالدايره، عشان كده دي اول دايره بتشتغل معانا. وفي مسار تاني خارج من المكثف ماشي معانا على ديود، وبعد كده ترانزستور، وبعد كده المكثفين اللي هم بتوع دايره رفع الجهد وال 24. بصوا كده معايا، المسار بادئ من هنا من المحول اهو، ماشي بينا على المقاومتين، رايح بينا على الديود. انا بشرح لك الكلام ده عشان لما يحصل عندك عطل ما تلاقيش فولت الفي سي سي في اي دايره من الدوائر، تعرف ازاي تتتبع مسار الفولت ماشي ازاي، عشان تشوف لو في اي مشكله في المسار بتاعه تعرف تحل المشكله ازاي. يبقى دي الديود معدي معانا اهو على المكثف ال 47 50 اللي هو الاساسي، ومعدي معانا على ديود تاني. هو ده شكل الترانزستور، بس ده مش الترانزستور، ده ديود. طب انت عرفت منين؟ الرمز بتاعه اهو، دي 13. ضروري يا شباب لازم تبقى فاهم الرموز الالكترونيه على الكارته بتدل على ايه، وان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تقرا كل الرموز الالكترونيه على اي كارته. يبقى الفولت ماشي معانا من المكثف رايح على الديود، ماشي معانا المسار اهو رايح لحد مكثف الفي سي سي الخاص باي سي التقطيع بتاع دايره ال5 فولت اللي هو المكثف ده زي ما انتم شايفين كده يا شباب. يبقى ده اول مكثف اللي بيجي عليه فولت الفي سي سي دايركت من غير اي نبضه ومن غير اي كنترول، عشان يشغل لنا دايره ال5 فولت في بدايه تشغيل ايه الجهاز. طيب نرجع تاني هنا كده، الفولت بعد ما عدلنا على الديود هنا عشان يروح لنا للمكثف الصغير الخاص بالدايره. طب هو ليه هنا حاطط لنا ديود؟ لازم يحط لنا هنا ديود عشان لو حصل اي مشكله في دايره ال5 فولت ستاند باي ما يحصلش منها رجع كهرباء على بقيه خط ال5 فولت ال 15 فولت اللي هو الفي سي سي اللي ماشي معانا على بقيه الدوائر اللي هنا. او لو تلاحظوا بصوا الخط ماشي قبل الديود اهو، ده متوصل على ديود لوحده، ده خط لوحده اهو، المكثف اهو نفس الخط ماشي معانا. بصوا كده ماشي معانا لحد النقطه هنا، وفي جامبر من هنا لهنا اهو معدي الناحيه التانيه اهو، ومعدي بينا على الترانزستور اللي هنا ده. بصوا كده معايا يا شباب، الفولت ماشي معانا اهو رايح على الكوليكتور بتاع الترانزستور، الكوليكتور اهو اللي هو الطرف اللي في النص. ليه؟ عشان لما يجي اشاره الباور اون من كارتة الداتا بتدينا نبضه هنا على الرجل بتاعه البيز، يفتح لنا الطريق بين الكوليكتور والاميتر، يبقى ال 15 فولت
اللي هم جايين من المكثف ال 4750 الفولت الرئيسي بتاع الفي سي سي يعدي معانا يروح يغذلنا المكثف الصغير بتاع دايره رفع الجهد والمكثف الصغير بتاع دايره ال 24 فولت. وطبعا بعد ما الدايره هنا بتشتغل المحول هنا بيقطع لنا الفولت من خلال مجال مغناطيسي في القلب الحديدي بتاع المحول. ده المحول بيبقى مقسوم نصين زي ما انتم شايفين كده، البورده تبقى قاسمه المحول نصين، ده الجزء الساخن وده الجزء البارد. الفولت اللي بيتقطع على المحول في الجزء الساخن هنا بيولد مجال مغناطيسي في المحول، من خلاله بيخرج لنا فولتيات على رجل المحول من الناحيه الثانيه في منطقه البارد هنا. ومن خلال الفولت اللي خارج من هنا طبعا بيطلع اي سي، عشان كده حاطط لنا دايود عشان يوحد لنا الفولت تاني، يخرج لنا منه 5 فولت دي سي اللي هم للستاند باي، وبيعدي على المكثف هنا التنعيم، وبعد كده طبعا بيخش لنا على كارت الداتا. ادي المحول، وهنا في عندنا 2 دايود، بس الاثنين دايود دول على خط واحد، مش معنى ان في 2 دايود يبقى عندنا كده فولتين بيطلعوا، لا، هنا في فولت واحد. طب نعرف ازاي؟ هتلاقي الاثنين دايود زي ما انت شايف هنا كده متوصلين على مسار واحد اهو، متوصلين بالناحيه الثانيه الاثنين على مسار واحد. بس هو حاطط لنا 2 دايود شوتكي هنا ليه؟ لان ال5 فولت هنا بيتقطعوا في كارت الداتا لفولتات كتير، ل 3 و3 فولت و1 و8 و1 فولت، فلازم يبقى الامبير بتاعهم عالي، وفي نفس الوقت بيبقى عليهم حمل جامد، فعشان كده لازم يحطوا لنا هنا ايه 2 دايود، لان الدايره هنا بيبقى عليها حمل اكتر. 5 فولت بيبقى لهم حمل للستاند باي، لان دول زي ما انا قلت لكم كده اللي بيتقطعوا جوه كارت ايه الداتا، بتحول لنا الفولتيات تاني. وطبعا الفولت لما بيطلع لنا في منطقه البارد هنا بيطلع لنا على المكثف هنا ال 5 فولت عن طريق التي ال 431، وعن طريق الفوتو كابلر بيبعت لنا اشاره لايسيل باور يثبت لنا التقطيع على ال 5 فولت، لا يبقى ازيد من 5 فولت ولا اقل من ال 5 فولت. دي طبعا وظيفه دايره الفوتو كابلر في اي دايره الكترونيه. دي كانت ببساطه دايره ال 5 فولت ستاند باي. يبقى دايره ال 5 فولت كده ببساطه 300 فولت بيعدوا بينا على اول ملف من ملفات المحول، بيعدي بينا على الدرين بتاع الموسفيت، والملف الثاني بيكون متوصل بسالب المكثف الكبير، والناحيه الثانيه معدي على مقاومه وديود عشان يوحد لنا التيار، يطلع لنا فولت الفي سي سي اللي هم ال 15 فولت. وفي نفس المسار متوصل بالمكثف الصغير الخاص بدايره ال 5 فولت ستاند باي، وخارج من المكثف هنا ديود معدي بينا على الكوليكتور اللي المفروض هيجي له اشاره من الفوتو كابلر من كارت الداتا، اشاره البي اس اون، باور سويتش اون او الباور اون، بتيجي معانا على رجل البيز بتاعه الترانزستور، بيفتح لنا الطريق بين الكوليكتور والاميتر هنا عشان خاطر يخرج لنا ايه، يوصل لنا الفولت اللي هو الفي سي سي لحد دايره رفع الجهد ودايره ال 12 وال 24. هنشوف الكلام ده دلوقتي بالقياس. ادي البورده بتاعتنا، هنوصل كده باور، بسم الله. كده البورده بتاعتنا وصلنا لها باور، هي كده مش في وضع اون. هنقيس كده الفولتيات اللي عليها الطبيعي بتاعها ايه. ده اول فولتيه بنقيسها هنا المكثف الكبير عليه 315 فولت اهو. نروح على الدرين بتاع الموسفيت نشوف عليه فولت قد ايه، عليه 315 فولت زي ما انتم شايفين كده. الفولت ماشي معانا من المكثف الكبير على اول رجل من رجل المحول هنا، معديه معانا الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده على الدرين بتاع الموسفيت زي ما احنا شفنا في الرسم. وعندنا الجزء الثاني من الملف ماشي معانا متوصل طبعا بسالب المكثف الكبير، ماشي معانا على ديود هنا. لما نيجي نقيس هنا الناحيه الثانيه من الديود في الخارج، بصوا مخرج لنا كام؟ 16 فولت اهو على المكثف الاساسي اهو 47 على 50، وماشي معانا الفولت معدي على الديود اللي قلت لكم عليه، ورايح معانا لموجب المكثف الصغير اللي خاص بدايره ال 5 فولت ستاند باي زي ما انتم شايفين كده. عندنا هنا المكثف الصغير الخاص
بدايره ال 12 وال 24 طبعا مش هنلاقي عليه حاجه خالص زي ما انتم شايفين اهو، ولا المكثف الصغير الخاص بدايره رفع الجهد معلوش اي حاجه خالص لسه اهو. ليه؟ عشان الكارته لسه في وضع ستاند باي، لسه الكارته مش في وضع اون، لسه الكارته ما جالهاش اشاره الباور اون اللي هي تفتح كارته الباور تخرج لنا بقيه الفولتيات. وطبعا نتيجه وجود ال 300 فولت على الدرين بتاع الموسفيت هنا، والفي سي سي على المكثف بتاع الاي سي المذبذب هنا، طبعا الدايره بتشتغل بتقطع لنا الفولت على محول الشوبر هنا، تخرج لنا ال 5 فولت ستاند باي هنا الناحيه الثانيه. نيجي نقيس هنا نلاقي ال 5 فولت اهو زي ما انتم شايفين كده يا شباب. دي ببساطه كده دايره ال 5 فولت ستاند باي. نيجي لتاني دايره اللي هي دايره رفع الجهد. ودايره رفع الجهد هنا بتبقى بسيطه شويه عن الدوائر التانيه. دايره رفع الجهد هنا بتعتبر دايره بوست كونفرتر، الفولت بيخش لها عن طريق البريدج. وطبعا البريدج بيبقى ليه 4 اطراف، الطرفين اللي في النص طبعا بيبقى عليهم الاي سي اللي جايين من الدخل من الفيشه. وطبعا بيبقى فيه شطفه هنا في البريدج، قلت لكم ان دي بتبقى الدليل بتاعنا على القطب الموجب. الفولت بيعدي معانا على ملف، ومن الملف بيعدي بينا على ديود، والديود طبعا متوصل بموجب المكثف الكبير. وطبعا اي دايره في الدنيا بيبقى ليها موسفيت تقطيع وليها اي سي مذبذب او اي سي تقطيع. طبعا بعد ما اشاره الباور اون بتجيلنا من كارت الداتا، بتوصل لنا ال 15 فولت اللي هم الفي سي سي على المكثف الصغير، والمكثف الصغير بيبعت التغذيه لاي سي التقطيع. اي سي التقطيع بيبعت نبضه على الجيت بتاع الموسفيت، بيعمل لنا عمليه سويتش او تقطيع على الملف هنا، ومن خلال التقطيع على الملف بيعدي لنا الفولت بعد الديود، يرفع لنا الفولت هنا على المكثف الكبير. طب احنا عايزين نشوف الموضوع ده عملي. عندنا هنا البريدج اهو يا شباب. طبعا البريدج زي ما قلت لكم ليه 4 اطراف. الدخل بيبقى داخل على الرجلين اللي في النص اللي هو الاي سي، بيطلع لنا طبعا دي سي على الاطراف بتاعه البريدج هنا، الموجب والسالب. الموجب بيمشي معانا على طرف المحول، بيعدي معانا الناحيه الثانيه، وبيعدي بينا هنا على الديود اهو، وبعد كده معدي بينا على المكثف الكبير. ادي البريدج ده القطب الموجب اهو، معدي بينا على المحول، ومعدي بينا الناحيه الثانيه. وادي الديود اهو اللي انا قلت لكم عليه، والطرف الثاني من الديود طبعا رايح على المكثف. وطبعا هم حاطين هنا ديود عشان الفولت لما بيترفع يبقى 400 فولت هنا. طبعا انتوا عارفين ان الديود بيعدي الفولت في اتجاه، ما بيرجعوش في الاتجاه الثاني، فبحيث ان الفولت ال 400 فولت لما يعلى على المكثف الكبير ما يرجعش بينا الفولت عالي تاني لمنطقه الدخل، يعمل لنا فيها مشكله. طب احنا عايزين نشوف ده بالقياس دلوقتي. هنوصل كده الباور سبلاي بتاعنا، بسم الله. بصوا يا شباب، البريدج هنا هيبقى عليه 300 فولت اهو، معدي بينا على المحول لحد الناحيه الثانيه اهو، 300 فولت هم ماشيين رايحين على طرف الديود اهو، ومعدي بينا الناحيه الثانيه رايح على الايه المكثف الكبير. كده الفولت داخل لحد المكثف الكبير 300 فولت. لحد دلوقتي لسه الموسفيت ما اشتغلش، لسه نبضه الاون ما جاتش، فالفولت هنا على البريدج هتلاقيه هو نفس الفولت اللي على المكثف الكبير. لسه الفولت ما اترفعش، دايره رفع الجهد او رفع القدره لسه ما اشتغلتش. طب احنا عايزين نشغل كده الدايره وناخد قياسات ونشوفها القياسات اخبارها ايه. طبعا انا بحط جامبر هنا بس بدل ما نركب كارت الداتا وبتاع عشان نبضه الاون. نفتح بس بيه الباور عشان ناخد قياساتنا. كده الكارتة بتاعتنا في وضع اون. نوصل كده ان شاء الله، نقيس كده الفولت بقى على المكثف الكبير قد ايه.
بص يا شباب 400 فولت زي ما انتم شايفين كده 400 فولت. طب نشوف الفولت على البريدج قد ايه. خدت بالكم يا شباب 280 فولت. الفولت على البريدج غير الفولت على المكثف الكبير. ليه؟ لان دايره رفع الجهد اشتغلت. ايسي التقطيع هنا قطع لنا الفولت على الموسفيت، الموسفيت عمل عمليه سويتش على الملف، قطع لنا الفولت، عدى من خلال الديود، رفع لنا الفولت فين؟ على المكثف الكبير. زي ما انتم شفتوا كده الفولت هنا على المكثف الكبير غير الفولت اللي على ايه؟ على البريدج هنا. عشان كده لما دايره رفع الجهد اشتغلت علت لنا الفولت على المكثف الكبير، رفعت القدره بتاعه الكارته. عشان انتوا عارفين طبعا ان الكارته بتشغل دايره اضاءه ودايره بيانات، بترفع لنا القدره بتاعتها عشان الدوائر دي كلها تشتغل بكفاءه عاليه. وده كانت ببساطه دايره رفع الجهد. نيجي لتالت دايره معانا واللي هي دايره الجهد ال 12 وال 24. والدايره دي مختلفه عن الدوائر اللي شرحناها قبل كده. في ايه؟ ان موجب ال 300 فولت اللي على المكثف مش بيبقوا على المحول هنا الا بعد مرحله التشغيل، بعد نبضه الباور اون. طبعا هنا ال 300 فولت بقوا ماشيين من المكثف الكبير معديين معانا هنا على موسفيت. طبعا الدايره هنا فيها 2 موسفيت اهم، وموصلين 2 موسفيت هنا عشان يعني حمايه، بيبقوا موصلين 2 موسفيت على التوالي، بحيث ان لو حصل فيه مشكله في الدايره هنا المشكله ما توصلش معانا لدايره ال 5 فولت ستاند باي او دايره رفع القدره، والعكس لو حصل فيه مشكله في الدوائر الثانيه ما توصلش المشكله للدايره بتاعتنا هنا. يعني ده نوع من انواع الحمايه. طبعا 300 فولت لما بيوصلوا على ديرين اول موسفيت هنا ايسي التقطيع، طبعا بعد ما بيجي له تغذيه الفي سي سي من المكثف بيبعت معانا نبضتين هنا. يعني الاي سي هنا مش بيبعت نبضه، لا بيبعت نبضتين عشان احنا عندنا 2 موسفيت. اول نبضه بتروح لاول موسفيت هنا، وبعد ما النبضه جت على رجل الجيت بتاعت اول موسفيت وصل 300 فولت من الدرين للسورس. وبصوا معايا كده، خلي بالكم السورس متوصل معايا فين؟ بدرين الموسفيت الثاني. وطبعا درين الموسفيت الثاني متوصل معانا على المحول هنا. بعد ما النبضه الثانيه بتجيله من ايسي التقطيع بيقطع لنا الفولت على المحول بيخرج لنا طبعا ال 12 وال 24 فولت في منطقه البارد هنا. لو تلاحظوا هنا معايا بيبقى عندنا في منطقه الخارج 3 ملفات. اول ملف بيعدي بينا على ديود شوتكي هنا، والديود الشوتكي هنا بيبقى شكل الموسفيت بس هو ديود. وانا قلت لكم قبل كده احنا بنعرف ازاي الديود من الموسفيت من الرمز بتاعه اللي بيبقى مكتوب على البورده. زي ما انتم شايفين كده الاثنين شوتكي ديود اهم. اول ديود ده بيطلع ال 24 والديود الثاني ده اللي بيخرج 12. طب انت عرفت منين؟ من قيمه المكثف. دايما المكثف ال 24 هتلاقي مثلا قيمته 470 35 فولت. ال 12 هتلاقيه قيمته دايما بتبقى 1016 او 1025. دي من خلال القرايه اللي تبقى على المكثفات تعرف الخارج بتاع الدايره قد ايه. وطبعا بعد جهد ال 24 وال 12 بعد ما يطلعوا ال 12 فولت بيعدوا بينا على مرحله التغذيه العكسيه عن طريق تي ال 431 والفوتو كابلر، بيعدي بيها الناحيه الثانيه في منطقه الساخن على ايسي التقطيع بتاع الدايره، بيثبت لنا الفولت على 12 لا هو بالعالي ولا بالناقص، بيفضل مثبته على الجهد اللي الدايره متصممه عليه. طب احنا عايزين نشوف الكلام ده عامل دلوقتي. هنجيب الباور سبلاي بتاعتنا، هنوصل كده الباور سبلاي دلوقتي في وضع اوف. هنيجي نقيس كده المكثف الكبير اللي عليه 315 فولت. ده طبعا المحول بتاع دايره ال 12 وال 24. لو جينا نقيس هنا على رجل من رجول المحول بصوا مفيش اي فولت خالص. ده بالملي فولت يا شباب اهو، مفيش اي فولت. 300 فولت ما وصلوش للمحول. 300 فولت مش هيوصلوا للمحول غير بعد نبضه التشغيل. طب ندي للكارته كده نبضه التشغيل. كده الكارته معانا في وضع اون. نوصل كده، عندنا هنا طبعا ال 400 فولت دايره رفع القدره اشتغلت اهي يا شباب.
كده عندنا 400 فولت على المكثف الكبير. بص يا شباب، ده المحول بتاع ال 5 فولت ستاند باي. الفولت ماشي معانا هنا ومعدي بينا على جامبر الناحيه التانيه اهو، ومعدي بينا على اول موسفيت على الدرين بتاعه اهو. طبعا لما بيجيله نبضه من اي سي الباور، اي سي التقطيع، بيفتح بيعدي الفولت من الدرين للسورس هنا بقى 200 فولت، راحوا على درين الموسفيت التاني، ومن خلال الموسفيت التاني طبعا الفولت راح بينا على المحول، ومن خلال المحول طبعا قطع لنا الفولتيات في منطقة الخارج هنا، وخرج لنا طبعا ال 12. ادي ال 12 وادي ال 24. ده الاتنين الشوتك دايود اللي انا قلت لكم عليهم. لو جينا قسنا على اول واحد هنا مخرج ال 12 فولت اهو، وده الشوتك التاني مخرج لنا ال 24 اهو. ماشي طبعا معانا على الخارج هنا اهو ال 24 اهو، وال 12 فولت الناحيه التانيه اهو. دي كانت ببساطه كده الثلاث دوائر بتوع الباور المركب. وان شاء الله المحاضره الجايه هشرح لكم كل الاعطال اللي ممكن تيجي ابتداء من مرحله الدخل لحد مرحله الخارج، بحيث ان شاء الله ان اي كارتة باور تجي لك تعرف ازاي تتتبع العطل فيها، تعرف ازاي تشتغل في المنطقه الصح. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.